قلنا رمضان يبقى لازم نقول حلويات شرقية. ويجي بقى على رأس الحلويات الشرقية اللي كلنا بنحبها الجلاش. هنعمل النهاردة الجلاش بطريقة مختلفة، وطريقة بجد رهيبة وبسيطة جدا جدا وطعم ولا أروع. الجلاش المكشكش طريقة سهلة جدا، وهقول لكم هنعملها ازاي. اول حاجة معانا لفة جلاش 500 جرام او نص كيلو من الجلاش. وهنعمل الجلاش بتاعنا، لو عايزين تضاعفوا المقادير ضعفوا، بس انا هقول لكم المقادير على حسب لفة جلاش 500 جرام. معايا الجلاش هعمله زي ما احنا شايفين كده، لفة المروحة اللي كنا بنعملها زمان بالورق في المدرسة. يعني زي ما احنا شايفين كده عملته ازاي، بتنيه عكس، وبتني واحدة في الناحية دي واحدة في الناحية دي زي المروحة بالظبط. وهرصه بقى كده في صينية ورقة بورقة، ومش هحط سمنة ولا زيت ولا اي حاجة على الجلاش خالص. انا هلفه زي ما هو كده ناشف وطري، ما فيهوش مشكلة خالص. واقول لكم بقى